لمي عيلتك على قرصة كده موجودة في كل بيت يا جماعة، القرص الطرية. بصوا بقى يا حبايبي، قطعة خميرة 50 جرام أو كيسين من الخميرة، عليهم معلقة سكر وكوباية مية دافية و2 كيلو من الدقيق هنخلهم زي ما انتوا شايفين، وكوبايتين من السمنة السايحين، على معلقتين من السكر، على ذرة ملح، على كيس بيكنج باودر، واقلبهم كده، افركهم بايديا زي ما انتوا شايفين، وانزل عليهم بقى بايه؟ بالخميرة. النهاردة ولا هنعمل الفطيرة بتاعتنا ولا بالرايب ولا بالحليب، هنعملها بالمية الدافية. عايزة اقول لكم ما خدتش مني اي وقت، عجنتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، واحدة واحدة بنزل بالمية لغاية ما بعجنها. خلاص كده بقى اتعجنت معايا، وتعالوا بقى شوفوا طراوة وحلاوة العجينة بتاعتنا. خلاص كده يا حبايبي هسيبها 10 دقايق ترتاح، وبعد 10 دقايق ابدأ كده اكورها واشكلها في الصواني، واسيبها بقى تخمر، وطبعا الفرن سابق التسخين. وتعالوا بقى هنا بقى ايه، نشكلها زي ما بقول لكم. هنا العجينه معايا طريه عامله ازاي، اشكلها كده. وتعالوا بقى ايه، نسويها زي ما انتوا شايفين. الفطاير بتاعتي في الفرن بالشكل ده كده، انا بقلبها كده في قلب الفرن عشان اشوف السوا بتاعها. وكده طلعت من الفرن، وتعالوا شوفوا بقى طراوه الفطير عامله ازاي. وكده بقول لكم ما تنسوش تيتا لايك ومتابعه يا حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير.